بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهد الكريم لشبكة سلام الإعلامية، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة في برنامج مع اللغة العربية. وآمل مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأنتم تتابعون هذه الحلقات في برنامج مع اللغة العربية، آمل أن نكون ما نقدمه مما هو مفيد لكم ولنا أجمعين إن شاء الله. وأشكر جزيل الشكر الزملاء في الجانب الفني والإخراجي على تكبدهم عنة العمل والتفاعل والتواصل معهم واستجابتهم دائما لإخراج البرنامج بالشكل الذي يليق بشبكة سلام الإعلامية. أشكرهم باسم كل المشاهدين والمتابعين. تذكرون سيداتي سادتي في حلقات سابقات أننا تحدثنا عن الخلاوة في إريتريا، وقدمنا نماذج من أسماء الخلاوة والشيوخ رحمة الله عليهم والذين هم على قيد الحياة، أسأل الله أن يمتعهم بالصحة والعافية. أشرنا إلى ذلك في معرض حديثنا عن العوامل التي دعمت ورسخت أقدام اللغة العربية في إريتريا. واحدة من العوامل والأسباب كانت تلك الخلاوة، وإن شاء الله في يوم من الأيام سنأتي ونتحدث عن دور المعاهد في ترسيخ دعائم اللغة العربية في إريتريا. مواصلة للحديث عن تلك الخلاوة في إيجاز بسيط ومختصر إن شاء الله، ثم اليوم وتلبية لرغبة عدد من المشاهدين والمتابعين سنقرأ شيئا من الشعر، وطالما هذا البرنامج هو مع اللغة العربية يأتي الشعر في مقدمة ما سنهتم به. وسأحاول أن أركز على الأشعار الإريترية لشعرائنا الكبار. أولا قبل هذا وذاك دعوني أشكر باسمكم جميعا كل الذين تعاونوا معي وأفادوني وأفادوكم بأسماء الخلاوة وأسماء الشيوخ في عدد من مناطق إريتريا. آخر ما وصلني من الإخوة الأحباب الخلاوة التي كانت في منطقة بعينها وهي في مناطق الساحل. أشكر أنا ما ذكرت أسماء لما كنت بقدم أسماء الخلاوة، إفادات الزملاء والإخوة الأعزاء والأخوات كذلك، خوفاً أن لا يسقط اسم. ولكن في هذه الحلقة سأتعمد أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الأستاذ محمد صالح مندر المعانا هنا في أستراليا في مدينة ميلبورن تحديداً، حيث وافاني بعدد من الأسماء، وهي على النحو التالي: عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين يعني أشاروا علي بالأسماء ومناطق الخلاوة التي كانت. هذا الشيخ لكن أنا يعني ما أعرف، ارتأيت أن أشكره لأنه هو جاي في نهاية المجموعات التي وافتني بأسماء الخلاوة. أفاد الشيخ صالح مندر بأسماء عدد من الخلاوة: وازنتة منبر، وكان بها عدد من الشيوخ، أشهرهم يعني خلوة وازنتة منبر، أشهرهم الشيخ محمد علي الشيخ زرقوم والشيخ محمد علي إدريس بخيت. وفي منطقة باشري كان خلاوة كل من الشيوخ محمد نور زرقوم والشيخ عثمان أحمد خير مسمر والشيخ عبدو زرقاي يبتيت والشيخ عثمان محمود محمد تيدروس. الخلوة لا زالت مستمرة بيقول، وخلوة الشيخ ياسين. من بين الخلاوة التي أشار إليها كذلك أخونا وشيخنا صالح مندر خلوة أو في منطقة كربة برد،
أو خلينا نقول مع بعض كربة برد، اسمها كربة برد. وكان فيها خلاوي الشيخ صالح السناي عمران، توفي رحمة الله عليه، والشيخ خلوة الشيخ عثمان أحمد خير مسمر، وكذلك خلوة الشيخ سعيد علي نور سفاف، توفي إلى رحمة مولاه. ونأتي إلى منطقة حمل مالو، منطقة الأجداد. وفي منطقة حمل مالو خلوة الشيخ إدريس نور محمد أفتاي رحمة الله عليه. وفي باشري ثاني مرة رجع علينا الشيخ خلوة الشيخ آدم إبراهيم شيئو. وفي منطقة باشري كذلك خلوة الشيخ أحمد أبو إدريس أحمد، توفي إلى رحمة مولاه. وكذلك في كربة برد الشيخ ياسين محمد علي إزاز. وفي منطقة كميل خلوة الشيخ محمد سعيد حماد. أما في منطقة حساس فكانت خلوة الشيخ حسين عثمان علي مدين. وفي منطقة شقشق وازنتت الشيخ محمد نفع رحمة الله عليه. وفي منطقة ود إيلاي، منطقة ود إيلاي كانت هناك خلوة الشيخ محمد عمر عافا سليمان. وفي خلوة أو في منطقة قريش خلوة الشيخ، وأرجو أن أكون نطقت الاسم صح، خلوة الشيخ صالح علي جميل رحمة الله عليه. وفي منطقة تاجبة خلوة الشيخ جميل محمد جميل رحمة الله عليه. الرحمة والمغفرة لأولئك الشيوخ الكبار الذين قدموا وعلموا الناس وربطوا الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. باسم كل المشاهدين أسأل الله أن يجزيهم عن ذلك خير الجزاء، ويجمعهم بمن جاء إلى الناس رحمة وهدى حاملا القرآن الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأسأل الله كذلك أن يمن بالشفاء والعافية على الشيوخ وعلى الشيوخ الذين هم على قيد الحياة. هكذا سنطوي ملف الخلاوة في إريتريا، وقد ذكرنا بحمد الله سبحانه وتعالى جملة كبيرة منها، إلا أن يأتينا شيء يؤكد ويذكر ما لم نذكره من الخلاوة. وكل ما جاءتنا اسم خلوة نحن سنتعمد ونذكرها، حتى وإن جاءت في مدخلات أو في المداخل للبرامج في برنامج مع اللغة العربية، لأنه ذلك هو توثيق وفي نفس الوقت برضو إعرفان وتأكيد على دور أولئك الشيوخ العظماء الذين ربطوا الأمة المسلمة في إريتريا بكتاب الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، هذه هي الحلقة 11 في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام. فاصل قصير وأعود إليكم سيداتي سادتي في قراءة شعرية تلبية لطلبات المشاهدين والمتابعين. كونوا معنا سيداتي سادتي في هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية أحييكم مشاهدينا الكرام وأنتم تتابعون هذه الحلقة 11 في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. في الجزء الثاني من هذه الحلقة وهي الحلقة 11، أنا تعمدت أن أخصصها للرد على طلبات وتساؤلات عدد من المشاهدين. كتار اتصلوا علي في الخاص ويقولوا لي: يا عزيزنا وحبيبنا بارك الله فيهم، يعني ليش ما تقرأ لنا من الشعر شيئا من الشعر؟ فأقول لهم أنا طبعا تعمدت في الحلقات الفائتات كلها لنثبت ما أشرنا إليه في ملامح هذا البرنامج،
وبحمد الله سبحانه وتعالى ربما نكون يعني قدمنا الذي ينبغي أن يكون، وإن كان لم يكن بذلك المستوى، لكن نحسب أنه يعني قلنا الشيء المهم بالنسبة لواقع اللغة العربية في وما ينبغي أن يكون عليه الحديث في مثل هكذا برنامج. تلبية كما قلت، عدد من المشاهدين يتصلوا علي في الخاص وفي المباشر ويقولوا لي يا أخي دايرين نسمع شيئا من الشعر. وفي واحد مخصوص كده قال لي قلت له إن شاء الله. طيب قال لي دايرين نسمع من شعرك أول حاجة. ما بقول هو كان شيء من التحدي، لكن وشيء هو بحسن نية قال، لكن أنا برضو تلبية لرغبته حأقرأ شيء من شعري إن شاء الله. ولكن أعدكم إن شاء الله سنسوح وإياكم في قصائدنا الإريترية الجميلة المكتوبة باللغة العربية. لما قررت أنا أقرأ من شعري، وفي أول إطلالة في شبكة سلام في البرنامج العربي تحديدا في زاوية الشعر والشعراء، فقلت يعني أي قصيدة أختار من قصائدي. فاحترت حقيقة، ولكن وبعرف أنا يعني ما سأقدمه من أشعار في هذه القناة المحترمة جدا لا بد أن يتماهى مع سياسة القناة التي أعتز بالانتماء إليها، وأتشرف بأن أطل على مشاهدي الكرام عبر هذه الشبكة الإعلامية الملتزمة. فقلت بما أننا في هذه الأزمة والجائحة العالمية، جائحة كورونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يزيل هذه الجائحة وهذا الكرب من وجوهنا جميعا، ويمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. في العام الماضي وهذه الجائحة ضربت أطنابها وأطبقت على الكون، فكتبت نونية أبياتها فاقت 130 بيتا، ودي يمكن هي جاءت بعد الميمية التي كتبت فيها يعني 120 بيت، والتي كان مطلعها سدد سهامك وامضي أيها العلم، سدد سهامك وامضي أيها العلم، واشفق على بلد أضناهما وصموا، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم، إلى آخر ما قلت في الميمية. جاءت النونية بعدها بعام، وكنت على انتظار أن أحتفل بالميمية، لأنه حقيقة أنا قلت فيها الشيء الذي لم أستطع أن أقوله في كل الكتابات الإعلامية والكتابات الأدبية التي أكتبها، وكانت هي فعلا ميمية يعني فيها كثير من الحزن وكثير من الدفء الذي تناول كل جوانب الحياة تقريبا. أنا فيما أظن والحمد لله تناولت المشهد الإريتري، لم أترك فيه مما تراءى لي يعني. ولكن وإن شاء الله في يوم من الأيام سأتحدث عن القراءات التي قدمت في تلك الميمية. فجاءت النونية، وكان طبعا هي يعني تأمل كذلك أن هذه الجائحة جاءت امتحانا من الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتنبه لذلك، والعالم كله كان يعني مصيره مجهول ولا يزال حتى اليوم، لكن الحمد لله ظهر اللقاح وبدأت الجرعات الأولى والثانية والثالث، يمكن الثالثة كمان في أخبار بتقول كده، لكن على كل العالم اطمأن قليلا. هذه النونية كتبت والدنيا ما معروفة يعني ربما كانت هي يعني الواحد ما داير يقول شيء، لكن فعلا زلزلت
وخلت الناس يتراجعوا ويراجعوا ويعملوا مراجعات وحسابات. ففي تلك الفترات مع بداية جائحة كورونا وانتشاره على الكون كتبت هذه النونية. فقلت فيها في النونية: تشقشقني المواسم باسمات، تشقشقني المواسم باسمات، وفي همساتها حببا ولينا يهفهف نورها من بعد عسر، أباطح ما روت فيها سنينا. فإن شرق الخريف رقى حباب على طلل الأزاهر يا سمينا، وإن هتف الربيع لها تعالي تغنج في ترنحها الرزينا. وإن هتف الربيع لها تعالي ترنح في تغنجها الرزينا، وما الأصياف إلا من هوانا تنسم نفسنا عرقا حنينا. فهذا عهدنا بالشارقات تبادلوا موسما حينا فحينا. دعيني من أنين الحيف أخطو إلى شر الثلاثة أي كورونا. دعيني من أنين الحيف أخطو إلى شر الثلاثة أي كورونا. فما رزئت ديارنا من رجيم لما حصدت نيابه من لعينا. ألا شلت يمينك يا كورونا، ألا شلت يمينك يا كورونا، ولا بقيت شراكك تزدرينا، ولا دامت عيون قاتلات تفت بها قلوب العالمين، ولا شرقت لشمسك مقمرات على فنن تسر الناظرين. فإن ظهرت رسومك باهرات فما لبروزها إلا الكمين، تغافل أعيني طفل رضيع وتكتم نفس أنفاس بلينا. وهنا سادتي أنا أترحم على كل الأصدقاء والأحباب الذين كانوا شهداء تلك الجائحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم في الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء. وفي هذه القصيدة أنا من حيث لا أدري كنت وكأني أجاري معلقة عمرو بن كلثوم الذي قال: ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبغي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. المهم، والناس والشعراء يكتبون وحيث لا يدرون، لكن وأنت تكتب بعدين تستدرك أنك أنت قاعد تجاري. وكوني ذات نجاري تلك المعلقات هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. المعلقة بتاعت عمرو بن كلثوم يعني ما فاتت الكم و60 أو كم 70 بيت فيما أظن. فعلى كل أنا وأنا أقرأ برضو أعمل تعليقات شوية عشان نكسر الرتابة بتاعت القراءة يعني. فقلت فيها: تغافل أعيني طفل رضيع وتكتم نفس أنفاس بلينا، فلا كنا أسار الموت يوما وما كنا أناسيا خائفين على قلق، قعدنا في بيوت على وجل ضعنا راحلين، فكل قد خوى جحرا قريبا يناجي نفسه هونا حزينا. فكل قد خوى جحرا قريبا يناجي نفسه هونا حزينا، ومن كانت سجيته سماء غدا عبدا رهين الساجنين،
ومن ملأ الحياة قوا وزهوا، وأنه لا يرى إلا أمينا، وأنه ليس في مقدور قوم بأن يعتاشوا إلا مكرهين، نراه اليوم مفزوعا ضعيفا يكبكب سائلا عونا ولينا. نراه اليوم مفزوعا ضعيفا يكبكب سائلا عونا ولينا، إذا قالوا سلاما رد تعسا، وهم كانوا قواما ظالمين، وإن هتفوا أمانا جاء قبحا، وما في السوء من حصن حصينا، تغشاهم هوى مكر حرون، يمازح أن الراوي المشين، تقلبوا في مدامعه كئيبا، تقوضوا لؤمه شؤما حرونا. فأين القائلون بأن قواهم تدك بها حصون الأولين؟ فأين القائلون بأن قواهم تدك بها حصون الأولين، وتتلوهم جموع الخلق طوعا، وتذروهم صفوف الآخرين؟ وأين العالم الأزكى بقهر محلا نهج شقوته سنين؟ ألم نشرح لغفلته جهارا؟ ألم يجثو لأزمته قرونا؟ فما صدت صلائفه وباء، وما قهرت حشود القاهرين. فيارس من مواد واهنات أخرت أوهنت ذي الجائرين. فيارس من مواد واهنات أخرت أوهنت ذي الجائرين، خلائق لا ترى هدت جيوشا مسلحة مدرعة حصونا، من الصلف المؤمن بالخداع تكشف بؤرة الكذب الدفينة. نعم عزيزي المشاهد، فيارس من مواد واهنات أخرت أوهنت ذي الجائرين، خلائق لا ترى هدت جيوشا مسلحة مدرعة حصونا، من الصلف المؤمن بالخداع تكشف بؤرة الكذب الدفينة. فما أمريكا لا أوروبا تقوى، ولا روسيا، ولا صينا وشينا، الشانزليزيه قد أمسى خرابا، وذاك الأوكس قد أضحى رهينا، وفينيسيا هوت في طرف عين، كما الأطلال تبكيها لحونا، جنيف قد خوت من بعد عز، فرنسا قد رأت دهرا خؤونا، ودوحة ما غدت إلا فواقا من الأخبار تفضحها شؤونا، ولا وهران قد سلمت شفاها إلى بغداد تفديها العيون، وطهران الإمام تئن تلقى حتوف أساتها شأفا رنينا، وأم الدنيا في هلع عظيم بها خبر يجيب السائلين، وسودان العرين يئن يهفو إلى الرحمن أن يبقى أمينا، وما في أسمر فجع كبير يضاف إلى رصيد الغاشمين. فما أمريكا ما أوروبا إلا رموسا قد تصارعها الكورونا. فما أمريكا ما أوروبا إلا رموسا قد تصارعها الكورونا، إذا نصب الإله لهم شراكا تخر له الجبابر ساجدين. إذا نصب الإله لهم شراكا تخر له الجبابر ساجدين، وفي مخزونهم همم عظام مكدسة سلاح الغابرين، وذا إعلامهم بوقا سقيما يفند زهو خبث الغادرين. ألم يغدوا حيارى
بل أسارى. ألم يعشوا حفاة هائمين وقد نهضوا سكارى من رجيم يروق له بأن يكن السفينة وهول الموت يحصد دون فرذ يقلم أنف كل الشانئين. وهول الموت يحصد دون فرز يقلم أنف كل الشانئين. فهم ورثوا الجباية من قتال وهم دفنوا أناسي حائرين. وهم قد أشعلوا حربا ضروسا بأسلحة حداد كاشحين. وهم قد حولوا مدنا رمادا وهم قد أظهروا خبثا مشينا بأن قد حللوا قتلا وحرقا لمصاص الدماء السارقين. وهم قد حولوا مدنا رمادا وهم قد أظهروا خبثا مشينا بأن قد حللوا قتلا وحرقا لمصاص الدماء السارقين. فأيان العراق يعود يوما إلى قمم الحضارة يا سمينا. وأيان السقاية من دمشق فما كانت سنامها مقتوينا. تقذي العقل ينبوعا شفيفا به تروى قلوب الظامئين. ولا بلقيس في اليمن الحكيم كما كانت سنام العارفين. تبدل حالها من بعد حال بها حمم الإبادة ما روينا. تقاذفها اللئام بغير رشد خباخبهم بطائنهم بطونا. أضاعوها نهارا بل جهارا أشاعوها لسافلة طنينا. أمدوهم سلاحا بل سفاحا أحاقوها عذابا ما قلينا. وضيعت البلاد على امتداد يعاقر نخبه ويليام وجينا. إن في الشعر وجع أيها الأحباب فاحتملوا الوجع طالما ارتأيتم وارتضيتم أن تسمعوا الشعر. مشاهدي الكرام، أمدوهم سلاحا بل سفاحا أحاقوها عذابا ما قلينا. وضيعت البلاد على امتداد يعاقر نخبه ويليام وجينا. دعيني يا أزاهر من ملام ودونك ذاك قول القائلين بأن الشعر قد ذابت رؤاه وأن العصر عصر الراويين. وأن الشعر قد خفقت قواه وأن العصر عصر الكاتبين من القصص المجمع بعد حول بها حزم تسر القارئين. ألم يكن القريض لهم إماما؟ ألم يكن القريض لهم إماما له ألق يسر السامعين به سحر وما في السحر نهر يخر له الفوارس منصتين. مشنفة مهذبة قواهم بها نفدي العروبة تفتدينا. جنود للسان وما لسان به العربية الفصحى مبينا. فهذا الشعر ينبوع البيان وذاك البوح شيئا ما قرينا. تفديه قلوب عامرات من القرآن نرويها لحونا. وما التقريع باسم الشعر عيب ولا الترويج للأخرى صلينا. فلو هتف الأعاجم ذات يوم بأن العصر للشعر الرصينا تلقفه الأعارب دون حس وقلده اليعارب مخبتين. ولكن ليس يفقهه ابن عي فكيف له بذياك اليقين. فلو هتف الأعاجم ذات يوم بأن العصر للشعر الرصين تلقفه الأعارب دون حس وقلده اليعارب مخبتين. ولكن ليس يفقهه ابن عي فكيف له بذياك اليقين. ولكن ليس يفقهه ابن عي فكيف له بذياك اليقين.
دعيني من أنين الحيف أخطو إلى شر الثلاثة أي كورونا. فما أمريكا ما أوروبا إلا رموسا قد تناوشها الكورونا. تبختر في صلافته مسفا، تبختر في صلافته مسفا، ولما أن رأى قمرا حزينا تقطع وصله من بعد جمع، تجرع نقب شقوته اللعينة. ألستم خير من قاد السرايا، وفي أفعالكم زهوا قرينا. إذا قذف الرئيس لكم هراء تلقفه جموع السامعين، بأنكم الأولى نسبا ومجدا، وأيم الله خير الخلق فينا، وفيكم خير من شكر الإله، وفي أعمالكم عدلا ولينا. وفيكم خير من شكر الإله، وفي أعمالكم عدلا ولينا، وفي مأواكم أمنا وسلما، وفي مرضاتكم شيئا ثمينا. وفي مأواكم أمنا وسلما، وفي مرضاتكم شيئا ثمينا. تناسيتم تجاوزتم حدودا، وكل أطوارنا ماء وطينا. وأن الحكم ليس هو ابتعاد عن الأخلاق والخلق الحسينة. حضارتكم ترقت في شقاها، حضارتكم ترقت في شقاها، تسوق الخلق نحو الحيف حينا. حضارتكم ترقت في شقاها، تسوق الخلق نحو الحيف حينا. وإعلام تشققوا عن خداع يسوم الناس ما في السوء بينا. يبدل كل مهلكة نعيما، يباعد كل مأمنة شطونا. ويزعم في ضلالته رقيا يدافع عن فسوق الفاسقين. ويزعم في ضلالته رقيا، ويزعم في ضلالته رقيا يدافع عن فسوق الفاسقين. ألستم من تهاويتم كبارا فريتم في بلاد المسلمين. ألستم من تهاويتم كبارا فريتم في بلاد المسلمين. وطالبتم خدامكم جميعا كتاب الله يأتوا صاغرين. وطالبتم خدامكم جميعا كتاب الله يأتوا صاغرين. لحذف بل وتبديل حكيم بها كفرت عقول الجاهلين. لحذف بل وتبديل حكيم بها كفرت عقول الجاهلين. وصدقكم أبو لهب وعمر، وشد حزامه ألا يرون لحرمة دينه ورسول قوم، فضلوا بعد أن كانوا عزين. وصدقكم أبو لهب وعمر، وشد حزامه ألا يرون لحرمة دينه ورسول قوم، فضلوا بعد أن كانوا عزين. إلى دين التمذهب، إلى دين التمذهب مع علوج له للفسق جئتم مهطعين. فحتام التجبر مع إله، وحتام التكبر لا هدينا. وحتام التأوه بعد عسر، ويسرا قد دفنتم عابثين. لقد أحللتم حرمات جهل بها المولى أحاق المهلكين. وما عاد وما نوح ولوط نماذج للشعوب الكافرين. فحتام التجبر مع إله، وحتام التكبر لا هدينا. وحتام التأوه بعد عسر، ويسرا قد دفنتم عابثين. لقد أحللتم حرمات جهل بها المولى أحاق المهلكين. وما عاد وما نوح ولوط نماذج للشعوب الكافرين بنعمات الإله على عباد مقسمة لهم ومقدرين.
فكيف بهم له شعبا كفورا يعالج أو يداوي المحجرين؟ فإن الحجر لم يعدو دواء لوحده ذا فحصن الله دينا. فإن الحجر لم يعدو دواء لوحده ذا فحصن الله دينا. عصيتم بل تجاهرتم سفورا عصي عصوكم أنا يقينا. شرعتم للقمار وللواط قوانينا بها شاب الجنين. شرعتم للقمار وللواط قوانينا بها شاب الجنين. مواخير العراة غدت مزارا ربا الأموال تربو كل حين. عذاب الله غشانا حيارى وما من عصبة إلا بلينا. وأضرمنا الإله بكم شقاة تحرق نارها خرق السفينة. وأضرمنا الإله بكم شقاة تحرق نارها خرق السفينة. ومهلكة العصور جرت نبالا جوائحها تهز السافرين فتذريهم قلاعا تلو قاع وما لوقوفها حدا يقينا. وتضرب للشرى الأسد الضواري خيام جهنم تأبى الضعينا. أحاطتهم بأسوار حداد مزلزلة بهم ومعذبين. ويطلق من وقاحته كلابا تأبى فسقها ألا يهون. نسميهم على مضض مذل رعاة بلادنا. هم قاتلين وهم قد شردوا بل هم أبادوا كرام الناس منا أجمعين. أذاقونا طعام الموت طرا أحاقوا الخلق كلا صاغرين. إلى سقط المتاع هرعن حبوا إلى دول الفرنجة مجبرين. إلى سقط المتاع هرعن حبوا إلى دول الفرنجة مجبرين. تركنا خلفنا جنات عدن عيونها تجري تروي الخالدين. نفوس هاجرت مأوى صباها تشوفها تباعدها السنون. وفي أحشائها هم ثقيل تسقي روحها دمعا حزينا. تسقي روحها دمعا سخينا. تروحها يهدهدها هيام وفي أكبادها ألما يلينا. فالإملا والعرين بلا أسود توشح دعمكم أنا يصون. أمانات الشعوب غدت مزادا لمن يعصي إله العالمين. ويدرأ عن وقاحته ركوعا لأمريكا وأوروبا الأمينة. ألم تكر الكورونا ما صفاهم تكاد تحيلها طحنا طحينا. ليعلم كل من بطرت رؤاه بأن الخلق ليسوا مجبرين عبادة غيكم مهما تعالت وتصديق السفاسف مكرهين. فقد طفح الكذوب على كذاب حضارتكم تناهشها الكورونا. ولله القوي له عظات مكبكبة لهم ومكبكبين. يظل البوح شعرا يعربيا ودونه لا يرى إلا طنينا. فلا تعجل عليهم يا سماء وروي عقلهم ميما ونونا. أشكركم سيداتي سادتي على التحمل لهذا العذاب الشديد. وفي الشعر عذب وعذاب. هذه واحدة من عذابات الكورونا. ولكن كانت أيضا قراءة للمشهد العالمي وكيف جاءت كورونا وأنها امتحان من الله عز وجل لما آلت إليه سلوك العالمين. وله الحمد والشكر أن قدمت فيها يعني نعم كان المدخل تشقشقني المواسم باسمات وفي أعطابها حببا ولينا.
فإن هتف الربيع دعات لها تعالي، وإلى أن قلت تغنج في ترنحها الرزينة، وما الأصياف إلا من هوانا، إلى آخر ما قلت. وبعد ذلك دخلنا في ما دخلنا إليه. كانت هذه قراءة أخيكم الشاعر الإعلامي النونية، نونيتي، وأسأل الله أن يعني أجزينا عنها خيرا إن شاء الله، لأنه فيها العودة إلى كتاب الله والعودة إلى التعاليم والانضباط والأخلاق والقيم الحميدة. ألتقيكم في الحلقة القادمة، وستكون الحلقة 12 من برنامج مع اللغة العربية. أستودعكم الله، وأشكر حسن استماعكم وصبركم على مثل هكذا من الشعر الجاد الملتزم. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف، مع تحايا الزملاء الأعزاء في الإخراج والإشراف العام والمونتاج من شبكة السلام الإعلامية. نلتقيكم بإذنه تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.